يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح الياسمين وصباح الطاقة الإيجابية، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ بصوا بقى أنا يعني الحمد لله احنا كنا امبارح بنتفسح، امبارح كان الخميس، النهارده جمعة. ويعني بصوا بقى، رحت جبت الطلبات دي، بس أقول لكم المشوار اللي رحته قبلها كان جميل جميل جميل. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحطوا لايك للفيديو وكومنت حلو منكم كده وتتفرجوا عليا عشان تشجعوني ان انا اصور يا حبايب قلبي. وشوفوا الاعلانات، انا عايزاكم تشوفوا الاعلانات عشان ربنا يكرمنا كده في القناه كده وتقف على رجليها. بصوا، وانا راجعه المشوار اللي هقول لكم عليه دلوقتي، النهارده طبعا الجمعه، قلت قبل الصلاه كده ان شاء الله. انا خرجت الصبح بدري الساعه 6 الصبح، رحت المشوار ده وجيت جبت بقى الطلبات بتاعتي قبل الدنيا بقى ما تبقى زحمه والدنيا دي كلها. رحت جبت الخضار بتاعي الطازه، جبت كيلو وربع بطاطس، كيلو وربع دول ب 10 جنيه، كيلو ب 8 جنيه بطاطس النهارده يا بنات. رحت جبت تفاح، التفاح ب 20 جنيه، جبت 2 كيلو ب 40 جنيه، وجبت نص كيلو بروق عليهم ب 15 جنيه. تمام كده. جبت ايه تاني؟ جبت نص كيلو خيار عشان السلطه انا بجيبه اول باول، بكيلو ب 12 جنيه، نص كيلو ب 6 جنيه. وجبت ربع كيلو فلفل، وجبت حزمه بقدونس عشان السلطه، الحزمه طبعا بجنيه، ما شاء الله مليانه وحلوه. طيب جبت ايه تاني؟ عديت جبت طبعا عيش سياحي، لان ما كانش معايا البطاقه ان انا اجيب التموين ايه، العيش بالبطاقه. جبت العيش الكبير عشان نفطر بيه بقى الفطار بتاع يعني احنا بنصحى من النوم نشرب شاي بلبن، او انا وجوزي قهوه بلبن وسندوتش صغير كده جنب منه. عقبال بعد الصلاه بقى وكده بناكل بقى فول، طعميه، بطاطس، بيض، اي حاجه اللي موجود في البيت بعمله. جبت عجينه طعميه، وجبت فول، وجبت بضايه اعمل بيها العجينه عشان نفطر بيها فطار نمبر 2. نمبر 2 يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكنت جبت دول قبل ما اخرج على النادي بيوم، ونسيت اصورهم لكم، لسه ما استعملتهمش طبعا. انا المصفى بتاعتي كانت باظت، والحته دي دايما يا بنات بتبوظ مني، مش عارفه ليه، الحته اللي فوق دي دايما بتتخلع مني. جبت المصفى دي، جبتها بكام؟ ب 37 جنيه. 37 جنيه. ماشي، بس دي حاسه انها تقيله عن اللي كانت انا كنت جايباها، كانت خفيفه فاتخلعت بسرعه. مش كده. وجبت ايه تاني؟ جوزي زففني، شيلي حته المطبخ اللي انت حطاها لي دي وحني على نفسك وهاتي جوانش. حاضر يا حبيبي. انا كان عندي في اول الجواز امي مدخلاني بالجوانشيات دي، كانت نفس اللون ده تقريبا، كانت خضراء بالحتت بتاعتها، كانت جميله جدا، كنت محتفظه بيها، ما كنتش بستعملها لغايه ما دابت، في الاخر استعملتها. وجبت الجوانتي ده اللي هو ماسك الحراره اما الحاجه تطلع من الفرن، او امسك فيها البوتاجاز، بدل حتت المطبخ الكتير برضو لاغينها عنها، عشان هتلمعي بيها البوتاجاز، هتعملي بيها حاجه، تنشفي بيها حاجه كده، فبرضو لاغينا برضو عنها. سالته على الفوط بتاعه المطبخ، لان عايزه اجيب الفوط بتاعتي اترمت من زمان وباظت، فبقت عندي بقت مش حلوه. الجوانتي ده بالقطعه بتاعته المساكه ب 37 جنيه ونص. تمام كده. جبت ايه تاني؟ انا لسه ما فتحتهمش، بصوا يعني دول جبتهم قبل ما اروح النادي بيوم، وقلت ايه ان شاء الله اصورهم معاكم في القناه، هما والحاجات اللي انا جايباها. و اللهم صل على حضره النبي. بصوا بقى المشوار اللي انا روحته الصبح، الحمد لله احنا كنا امبارح بنتفسح في النادي، واليوم كان جميل مش قادره اقول لكم، رغم الحر، واليوم كان حر جدا بس كان جميل جدا. استمتعنا بيه جدا انا والولاد وماما واخواتي، وبابا ما كانش راضي يجي لان الجو كان حر، واحنا ما كناش عايزينه ينزل عشان الجو حر عليه، فقعد هو في البيت لوحده وخدنا ماما. ويا ريتنا ما خدنا ماما، يا ريتنا سيبناها في البيت قاعده كده في حالها، ما حدش ليه دعوه بيها. تعبت ماما مننا والله. الصبح اتصلوا بيا اخواتي الساعه 6 الصبح، تعالي ماما تعبانه ومش قادره تتحرك، رحنا بيها المستشفى. دعواتكم لماما انها ربنا يشفيها ويتم شفاها على خير. رحت المستشفى طبعا، ليها لقيت اخواتي كلهم والدنيا كلها مقلوبه. انا طبعا الوحيده اللي بعيده عنهم، انا قاعده في الزاويه يا بنات، وماما قاعده في عين شمس. فرحت بقى، هم قريبين من المستشفى اللي راحوا بيها. لسانها ما كانتش قادره تحركه خالص، ولا قادره تتكلم نهائي نهائي، وجسمها ما بتحركوش نهائي. عمل لها اشعه مقطعيه على المخ. طلع الجلطتين اللي كانوا عندها على المخ وما زالوا موجودين. طبعا الجلطات دي تقريبا مش بتتشال، يعني اللي بيجي له جلطه عافاكم الله وشفاكم ما بتتشالش. موجودين الجلطتين بتوع زمان الموجودين عندها. ماما كان شهر 3 دوت، لأ اللي قبل منه كان جالها جلطتين على المخ، او الجلطات دي كانت موجوده وتعبت فتره كبيره جدا. ربنا ما يعيد الفتره دي علينا تاني يا رب، ويحفظ علينا امهاتنا جميعا يا رب العالمين. قولوا امين، قولوا امين، ربنا يتقبل دعائنا يا رب، حق الجمعه دي يا رب.
فالحمد لله الحمد لله عملوا الاشعه المقطعيه، لسه كانت الجلطه اللي جات لها دي مش لسه ما اتسجلتش تقريبا على المخ، فاحنا لحقناها. الدكتور كتب لها 4 برشامات ريفو. قلت له انا لولا ان انا طلبت تقريبا من الدكاتره ولا هم كانوا هيدوها يعني الله اعلم، وطلب مننا اشعه فورا رنين على المخ عشان يشوفوا الجلطه اللي نزلت على لسانها دي وما بتتحركش من ايه. ادوها. قلت له يا دكتور ممكن تكتب لها طب ريفو اطفال؟ قال لي حاضر هكتبه لها، وكتب لها 4 برشامات ريفو اطفال او سبوسيد مش عارفه هو ايه، ريفو اطفال اللي هو الاصفر ده، واربع برشامات اللي هو لونه سيلفر دوت مش عارفه اسمه سالفريك ولا اسمه ايه. راحت اختي جابته بره من الصيدليه جنب المستشفى واديتهم لها انا الثمان برشامات واحده واحده تندوهم وتشرب ميه وراها. وربنا ما يوريكم حاجه في امهاتكم. انا واخده السكه كلها والطريق النهارده الصبح والله العظيم كله عيوط، والله العظيم وانا رايحه ليها. آه، انا الوحيده اللي بعيده واخواتي كلهم جنبيها. الحمد لله برضو الحمد لله على كل حال. كنت اتمنى ان انا اكون جنبها بس الحمد لله برضو. آه، ربنا بيعمل كل حاجه فيها خير، كل حاجه فيها خير. اخدت البرشامات من هنا وانا طبعا كنت نازله متوضيه يا دوبك صليت الفجر، وقبل ما انزل والله العظيم صليت ركعتين قضاء حاجه بنيه ربنا يشفي امي، وصدقت وتوكلت على الله ومشيت. مشيت طبعا متوضيه. اما رحت المستشفى ولقيتها بالحاله دي واديتها الاربع برشامات ورحت رقيتها الرؤيه الكامله، الرؤيه الشرعيه، الرقيه الشرعيه كامله. رقيتها رؤيه شرعيه كامله. الحمد لله ربنا الهمني كده ان انا اقولها لها كلها مسكتها رقيتها مع الثمان برشامات اللي هي خدتهم. لقيناها نطقت كده مره واحده. قلت الحمد لله ربنا عالم بينا ان احنا مش عايزين نتمرمط زي السنه اللي قبل اللي فاتت. كانت السنه اللي قبل اللي فاتت اللي جات لها الجلطه وكانت تعبانه جدا جدا، وكنا يعني ربنا يشفي امهاتكم ويوريكم فيها حاجه وحشه. كنا يعني انا كانت نفسيتي متدمره، حرفيا انا كانت نفسيتي متدمره. فالحمد لله الحمد لله. لما لقيتها نطقت والله العظيم انا رحت مزغرطه وحياه ربنا. اول لما نطقت كده بعد ما خلصت الرؤيه عليها لقيتها نطقت. يبقى كله عمل مفعول، ما نعرفش الرؤيه ولا البرشامات اللي خدتها. يعني الحمد لله رب العالمين. زغرطت من الفرح والله العظيم، وخدناها ومشينا وروحناها البيت والحمد لله بقت كويسه دلوقتي. الدكتور قال خلاص مش محتاجين اشعه على رنين على المخ ولا حاجه، ومش محتاجين حتى ان انتوا تنتظروا نتيجه التحاليل اللي احنا عملناها. خدوها وروحوا بس اعرضوها على دكتور مخ واعصاب النهارده. فاخواتي هياخدوها بالليل. الدكتور المخ والاعصاب اللي هي متابعه معاه طبعا من ساعه ما جالها الجلطه من سنتين، هيشوف بقى يجدد مع العلاج ولا يعمل معاه ايه. بالله عليكم بالله عليكم كل اللي يشوف الفيديو ده يدعي لماما ربنا يشفيها ويتم شفاها على خير. الزعل وحش يا جماعة. هي اتعصبت شوية واتنرفزت يعني نزلت الجلطة على لسانها، نزلت الجلطة على لسانها. وراجعين مبسوطين من الخروجة بتاعت امبارح بس الحمد لله قدر الله مش فعل. ادعوا لها ربنا يشفيها ويتم شفاها على خير ويشفي امهاتنا جميعا ويعافينا يا حبايب قلبي كلنا يا رب. لايك للفيديو وشير للقناة عشان القناة تكبر بيكم وما نحرمش منكم، وشوفوا الاعلانات يا جماعة عشان القناة تكبر. وجزاكم الله كل خير ويفرح قلب كل اللي بيعمل لي لايك ويفرح قلب كل اللي بيشوف لي الاعلانات. وجزاكم الله خير يا حبايب قلبي.